يا صباح السعادة والهنا والعسل. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي قوي. شكرا للكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهاردة. انا قمت كده نصلينا على النبي الاول قبل اي حاجة، وتوضينا بقى وصلينا وقرأنا شوية قرآن كده وشغلنا على القرآن. طبعا بقى ايه، كان عندي شوية مواعين بتوع الفطار، مسكتهم وغسلتهم طبعا الاول قبل اي حاجة. بعد من كده بقى يا جماعة، بعد ما خلصت غسيل المواعين دخلت بقى على الغدا. قلت بقى ايه، هنعمل غدا حلو النهاردة، هنعمل ايه. لقيت بتاع السمك بينادي، قمت ايه لما اجيب بقى شوية إيه بلاميطة منه كده نشويها كده ونقلها او ندلعها. المهم جبنا سمك النهاردة. تعالوا بقى نشوف هنعمل السمك بتاعنا الحلو ده ازاي. طبعا بعد ما نخلص غسيل المواعين انا قلت طبعا بهدلكوا الفيديو، ما كنتش بسرعه. وقولوا لي ايه رايكم في الفيديوهات، بتعجبكم ولا لا، وشجعوني وحطوا له لايك وشير كده وقولوا لي ايه رايكم. المهم بقى يا جماعه، بعد ما غسلت غسيل المواعين كانت ملكه بقى عماله تعيط بقى ولبخاني، وانا عماله اغسل بقى وملبوخه. غسلت بقى وخلصت اهو زي ما انتوا شايفين بقى، والحوض بقى زي الفل وبيلمع معانا. طبعا العلبه ديت انا جايبه الصابون مقطعاه وفكيته على البوتاجاز وحطيته في قلبها كده، ايه يعني الصابون اغسل منه كده غير البرل، للمواعين، للحلل، للألمونيا، بس الحاجات اللي هي عايزه ايه صابون. المهم بقى بعد ما خلصت بقى حطيت كل حاجه بقى مكانها. بعد من كده بقى جبت السمك بتاعي غسلته فضيته طبعا في الحوض، انا غسله الحوض كويس جدا. غسلت الطبق اللي كان فيه السمك وعملت السمك. مسكت السمك طبعا غسلته غسيل حلو كده زي ما انتوا شايفينه. طبعا انا بحب ان انا اغسل دماغه حلو كده، كلنا بنعمل الحركة ديت وبمسكه اشطفه. هي قمرة عامة يا جماعة، القمرة بالذات يعني غسيلها سهل وتنظيفها سهل وطعمها جميل، والشبار اصلا في الحر ده بيهبطنا جامد. فالقمرة حلوة وخفيفة كده عن الشبار وعن اي سمك تاني. انا عامه بنحب القمرة كتير، عشان كده احنا بنحب نجيبها. انتوا كمان بتحبوها زي ما احنا بنحبها ولا ايه؟ انا بقى غسلتها غسيل حلو، جبت بقى حله كده بتاعتي حطيتها على النار. حطيت بقى كوبايتين رز. طبعا كنت غسلاهم ونقعاهم وسايباهم، قصدي يصفوا من ميه نشافوا خالص. حطيت بقى كوبايتين رز، وبعد من كده بقى سبتهم يحمروا. طبعا هعمل ايه، هعمل رز مفلفل، رز حباية وحباية زي ما عندكم بتقولوه عليه، احنا بنقول عليه رز مفلفل، او طبعا انتوا بتقولوا رز حباية وحباية. انا بقى خدت الرز بتاعي ده قعدت اغسل فيه، وخدت ميه الرز ديت. طبعا ميه الرز دي يا جماعه انا مرميتهاش ولا حاجه، انا حطيت السمك وغسلت بها السمك تاني عشان الزفاره. ميه الرز يا جماعه بتحش زفاره السمك خالص. احنا متعودين ان احنا بنغسل بها السمك كده بتحوش، والله بتخلي ريحته حلوه. انا طبعا كنت فاتحه بقى وبنزل على السمك بتاعي عشان خاطر ايه، يشرب من ميه الرز كده. بعد من كده برجع شطفه تاني، بيبقى حلو زي العسل معانا. انا بقى خلصت بقى غسيل الرز كده. بعد ما بخلص خالص غسيل الرز، بقلب بقى في الرز بتاعي بشوفه احمر ولا لسه طبعا ما احمرش، لسه عايز يحمر كمان شويه. عايزه اقول لكم ان ريحته كانت قلب خالص وريحته كانت طالعه. هنا بقى الرز احمر اهو، حطيت بقى الرز بتاعي بقت الكميه بتاعتي. وبعد من كده بقى احط شويه كمون شويه فلفل اسمر على الرز والملح بتاعي، واسيبهم بقى مع نفسهم كده على النار. لما ينشف الرز خالص هدي عليه النار يستوي براحته يرد براحته، قبل بقى ما اجهز السمك بتاعي واشويه. بعد من كده الاقي الرز بتاعي رد وبقى حلو وبقى زي العسل معايا. انا بقى بعد من كده بقى بقلبه تقليبه ببعضه كده عشان يشرب من الملح ومن الكمون والفلفل الاسمر اللي انا حطيته. بعد من كده بقى هغطي عليه واسيبه. جبت الكبة بتاعتي يا جماعة، والله الخلاط بتاعي باظ، انا زعلانة قوي على الخلاط. فقلت بقى اعمل تمليحة السمك ازاي. قمت جايبة الخلاط بتاعي، حطيت بقى التتبيلة بتاعتي، قطعت فلفل وجزر وبصلة صغنطوطة خالص وحباية طماطم، شوية شبت على كزبرة، فصين توم. وحطيت بقى البهارات بتاعتي، كمون وفلفل اسمر وكزبرة. هي دي البهارات بتاعت السمك بتاعتنا يا جماعة، اللي عايز يضيف اي بهارات تانية يضيف، بس هي دي البهارات بتاعتي. طبعا في خلطة للسمك طبعا، بس انا ما مش متوفرة عندي دلوقتي. وحطيت بقى الدقة بتاعتي وحطيت الملح، وحطيت شوية مية طبعا عشان يتضربوا معايا.
بعد من كده بقى قفلت عليهم وسبتهم بقى ايه يتضربوا، فرمتهم بقى، قفلت عليهم وفرمتهم وهمت كده بقى. التتبيلة بتاعتي بقت زي العسل وحلوة. هفضيها طبعا بقى في المصفى بتاعة السمك، وحطيت شوية زيت عشان السمك بتاعي ده يتقشر معايا. انا بقى حبيت ايه اقلي السمك، اعمله مقلي واعمله مشوي. حشت 2 طبعا هشويهم، والاربع سمكات التانيين دول قلت ايه هقليهم فين؟ هقليهم في الفرن يا جماعه، مش هقليهم على البوتاجاز ولا هفتح قلبهم ولا اي حاجه. السمك اما بنقليه في الفرن بنحطه زي ما هو كده. طبعا انا جبت شويه تتبيله من اللي انا عاملاهم ورشتها على السمك عشان تدينا طعم حلو وجميل كده من التتبيله. انا نضفتهم، اشتلت الديل بتاعهم بس والاجنحه بتاعتهم اللي في النص دول وخلاص. جبت بقى الصينيه بتاعتي الحلوه ديت وحطيت بقى فيها السمك كده زي ما انتوا شايفين، غطيته بالدقيق خالص. بعد من كده بقى بحط في قلبها شويه زيت واقلب السمكه من ناحيه ده ومن ناحيه ده عشان الزيت بعد من كده بقى بحط الزيت اهوت. حطيت كده بقى الزيت عليه، غطيته بالزيت خالص، بقى بحطه في قلب الصينية. وجبت بقى السمكتين بتوعي اللي انا هغطيهم بالردة بعد ما انا عملت دول بالدقيق كويس. انا حبيت اشكل فيه، هي كيلو قمرة بس يا جماعة اللي انا جايباه، بس انا حبيت اشكله اعمل منه مقلي ومشوي. وطبعا من غير ما ازفر شقتي ولا اقلب ريحة في الشقة ولا احط معطر ولا اي حاجة، هو هيتقلى في قلب الفرن وهيبقى زي العسل. ولا تكلفة كتير، ولا هقعد اعكي ايدي بقى كده ولا افتح قلبه ولا انضف فيه كتير ولا هتعب نفسي خالص في المطبخ. هي بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة خالص. بعد من كده بقى يا جماعة شفتوا بقى الحلاوة دي، حطينا بقى في الفرن بتاعنا اهوت بالشوا بعد ما عملنا التتبيلة بتاعته وعملناه. هنا بقى حطيت السمك اهو والقمرتين بتوعي. طبعا الشبرتين دول بتوع السلفتي طبعا، والصواني اللي احنا حاطينها دي سردين صغير والقمرة بتاعتي. تعالوا بقى نشوف بقى بقيت السمك بتاعنا. ايه الجمال والحلاوة ديت. هنا بقى بعد ما خلصنا الاكل بتاعنا والسمك بتاعنا، قولوا لي ايه رايكم في الفيديو، عجبكم ولا ما عجبكوش؟ متنسوش تحطوا لنا لايك وشير. ودي السمك المقلي يا جماعه في الصينيه، ودي السردين، ودي طبعا السردين بتاعنا الحلو، ودي طبعا القمره المقليه المشويه.